السلام عليكم، واش راكي؟ ان شاء الله تكوني بخير، ان شاء الله تكوني لاباس. بصح راكي بخير ولا راكي غير تسلكي في الايام؟ على بالي بلي دوامة الحياة هبلتنا. صباح تنوضي قهوة، خدمة ولا قراية، من بعد واش انستغرام، تيك توك، شوفي هادي واش شرات، هادي وين سافرت، هادي واش من ماركة دارت، وتلقاي روحك في الليل عيانة خاوية من الداخل، ما عندك حتى احساس الوحيد اللي عندك هو راكي حابسة في بلاستيك. اليوم بغينا نهضروا الصح، علاش رانا غارقين في فخ الاستهلاك، وعلاش الاستثمار في النفس اللي هو اساس اللي نبدو به حياتنا رانا نسينه. بزاف منا يحسبوا باللي السعاده هي لبسه جديده ولا تليفون التالي في المرشي ولا صباط ماركه ولا صاك جديد، ولينا نعيشوا باش نشرو باش نبانو. بصح في الحقيقه هادو الصوالح كامل راهم كيلانيستيزي، رانا نشرو في سعاده مؤقته تكمل هذه السعاده كي نحطوا راسنا على المخده. الشركات العالميه والاشهارات والانفلونسرز وكاع راهم يلعبونا على النقص اللي فينا، يقولونا الا ما شريتيش هادي ماكيش شابه، الا ما درتيش هادي راكي روطار. وهنا نولو حابسين، هنا تولي حابسه، دراهم كيروحوا في الفيد، وقتك يروح غير في التقرعيش، هادي دارت وهادي راحت وهادي عملت، وعقلك يقعد خاوي سون ميزاجور. كان لي سقسيني يا اختي واش هو هذا الاستثمار في النفس؟ شوفي باش نكون واضحين، الاستثمار في النفس هو الحاجه الوحيده اللي ما يقدر ينحيها لك حتى واحد بلا ما تخلصي حتى دورو. اول حاجه عندنا الاستثمار في عقلك. بنسقسيك، وقتاش اخر مره قريتي كتاب، ولا اخر مره تعلمتي مهاره جديده، ديزاين، لغات، مهاره يدويه؟ كيف زمان ما تعلمتيهاش على بالي. كاين الاستثمار في صحتك، ماكلتك، رقادك، سبورت تاعك. الجسم تاعك هو المركبه اللي راح تديك لاحلامك، الا حبس الموتور تحبسي معاه. عندنا الاستثمار في عقليتك، كيفاش تخمي، كيفاش تهضري، كيفاش توقفي، هل انت ضحيه للظروف ولا انت يا مولاة القرار. هادو كامل اشياء تستثمري فيهم بلا ما تحطي حتى دورو. وحتى وين حطيتي دورو، تخيلي لو كان هادوك الدراهم اللي تشريهم ماكياج دي برودوي ما على بالكش اصلا اذا غادي ينفعوك ولا لا، تحطيهم في دوره تدريبيه تعلمي كيفاش تفتحي مشروعك الخاص. قولي لي شكون اللي غادي تكون رابحه هنا؟ الخروج من فخ الاستهلاك يبدا بكلمه واحده اللي هي الوعي. اول حاجه عندنا صومي على السوشيال ميديا، نقص الناس اللي يخلوك تحسي بالنقص. الناس هادو اللي راهم يبانوا على السوشيال ميديا ما راهمش كاملين، وحتى وراهم كاملين بدايتهم كانوا كيمانتيه، والاغلبيه كنا نشوفوا حياتهم الخاصه تلقاهم غير كيمانتيه، اللي يبانوا غير الحياه المثاليه. هذا ما كان. القاعده الثانيه هي قاعده 48 ساعه. قبل ما تشري اي حاجه تاع استهلاك صبري يومين، اذا نسيتيها معناتها ماكيش محتاجتها. ثالث حاجه، خصي دائما ميزانيه لراسك، ماشي للحوايج ولا صوالح ولا، بصح خصي ديك الميزانيه باش تقري، باش تتعلمي مهاره، وباش تطوري من نفسك. يا اختي الوقت راه يجري، لو كان تبقي حابسه في بلاصتك العام الجاي تلقاي روحك في نفس النقطه. بصح كاين تجاعيد وكاين هموم وكاين قرارات واحلام كبيره ما تحققش. بصح لو كان تبداي تستثمري في روحك اليوم، العام الجاي تكوني نسخة خير وأقوى أنجح. في لافان حبيت نقول لك حاجة، قيمتك ماشي واش راكي لابسة ولا واش عندك في الصاك، قيمتك واش كاين في راسك، واش كاين في قلبك، واش كاين في عقلك، واش تقدري تمدي لهذا العالم. ما تخليش فخ الاستهلاك يحبسك، تحركي، قراي، تعلمي، وبيني لروحك باللي تقدري تكوني مع خير. وعلاش راكي حابسه؟ نوضي، اليوم هو نهار جديد. ما تنساش ديري اشتراك، بارطاجي الفيديو مع صحاباتك. في امان الله.